التجارب السرية هي واحدة من أكثر الأشياء الخطيرة اللي يفكر فيها الإنسان. تجارب علمية مرعبة يديروا فيها بدون عدم الشخص أو بعدم موافقته الكاملة. وهذه التجارب ما في شخص بكامل قواه العقلية يقدر يديرها على بني آدم، وأكثر من يديروا في هذه التجارب هم الحكومات والمؤسسات العسكرية والاستخباراتية. والحرب العالمية الثانية كانت هي الفترة اللي صارت فيها أكبر التجارب وأكثرها وحشية. واحدة من الأمثلة المعروفة هي تجربة النوم الروسي اللي كانوا يبوا فيها يخلوا أشخاص بدون نوم لمدة شهر، لكن بعد 15 يوم بس اللي كانوا يجربوا عليهم تحولوا لوحوش بشرية وهجموا على العلماء اللي كانوا يديروا في التجارب وقتلوا واحد من العلماء، والباقي تعرضوا لإصابات كبيرة. وبعد هذه التجربة الاتحاد السوفيتي وقتها قرر أنه يقتل أي شخص له يد في هذه التجربة أو ليه علم بها، لأنهم ما يبوش هذه التجربة يسمع بها حد. ولكن التجربة اللي بنحكي عليها اليوم مش تجربة نوم، لا، تجربة أخرى تماما. هي بسم الله وخلونا نبدأ. في عام 1943 وأكيد في الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا النازية تحتل مناطق واسعة من أوروبا، واحدة من هذه المناطق هي القرى الصغيرة في فرنسا اللي كانت تعاني من القصف والجوع. فهذه القرى بمهجورة كان في مستشفى عسكري ألماني قديم يستخدم لمعالجة الجنود الجرحى، وكان في دكتور اسمه هانزي كراوس، جراح ألماني معروف، لكنه ما كانش دكتور عادي، كان مهووس بالتجارب الغريبة على البشر. استغل الحرب كفرصة باش يجرب التجارب البشعة بعيدا عن أعين العالم، وما كانش في حد يقدر ينزل إلى الطابق السفلي من المستشفى، لأنهم قالوا إن كراوس كان يحتفظ بالجنود الجرحى اللي ما كانش في أمل في شفائهم، لكن على أساس كان يعالج فيهم، ولكن كان يدير عليهم تجارب المريضة اللي في راسه. في ليلة شتوية مظلمة مشت فرقة من المقاومة الفرنسية إلى المستشفى في مهمة سرية بعد أن تلقوا معلومات بأن الألمان يستخدموا المستشفى كموقع لاستجواب وتعذيب الأسرى الفرنسيين. وكان قائد الفرقة الفرنسية هو الجندي السابق بيير لافون، كان يعرف المنطقة كويس بسبب خبرته أكيد، لكنه ما كان مستعد أبدا للشيء اللي بواجهه. بعد ما وصلوا اقتحموا المستشفى، ولكن لقوها فاضية بشكل غريب، ما كانش في شيء غير الصمت المريب ورائحة زفت تفوح من الطابق السفلي. لما كانوا يبحثوا في المستشفى لقوا سجلات طبية غامضة تتحدث عن عمليات جراحية غير تقليدية وتجارب غامضة على الدماغ وأسماء جنود تم تسجيلهم كموتى ورغم عدم العثور على جثثهم. هذا الشيء خلى الفرقة الفرنسية تبحث أكثر في المستشفى ونزلوا إلى الطابق السفلي. كان الظلام دامس والحيوط معبية بالدم القديم، وفجأة يقطعهم صوت أنين ضعيف جاي من أحد الغرف المسكرة. لما فتحوا الباب شافوا رجل جالس في زاوية الغرفة لابس زي الجنود الألماني وكان ممزق وعينه مفتوحات على اتساعهما، كأنها شافت شيء ما قدرش عقله استيعابه. تبتم الجندي بكلمات غير مفهومة، بعدها بدأ يضحك بطريقة غريبة قبل أن يصرخ فجأة ويقول لقد استيقظ. قبل أن يفهموا الفرقة الفرنسية معنى كلماته بدأ باب الغرفة يسكر ببطء من تلقاء نفسه، وراح الجو أكثر برود. طفت مصابيحهم وبدأت أصوات غريبة تهمس في آذانهم، أصوات ما تشبهش أي صوت بشري. بيير حس بشيء يتحرك وراه، ولما التفت شاف كيان طويل بوجه مشوه كأنه كان ضحية لعملية جراحية فاشلة. الكائن بدأ يزحف جهتهم بصوت أشبه بطحن العظام، وعينيه المفتوحات كأنهم مركزات عليهم وكأنهم يختاروا ضحيتهم الثانية. بلا تفكير بدأ بيير وأفراد فرقته بإطلاق النار، لكن الرصاص ما كانش يأثر على هذه الكائنات، واتركوا أن الطريقة الوحيدة للنجاة هي الهروب، فاندفعوا جهة الدروج بأقصى سرعتهم. لما وصلوا إلى السطح لقوا أن بعض أعضاء الفرقة اختفوا وما كانش في وقت بس يبحثوا عليها، فطلعوا من المستشفى وولعوا المتفجرات اللي زرعوهم في الداخل وفجروا المستشفى. بعد الانفجار اشتعلت النيران في المستشفى، ما عاش في منها كان الرماد، لكن بيير كان متأكد من شيء واحد، هو أنه شاف هذيك العيون المشوهة تسبح فيه وسط النيران. وبعد أشهر لما حررت قوات الحلفاء المنطقة ما لقوش أي أثر لجثث الجنود الألمان أو المقاومة داخل المستشفى، فقط الجدران المحروقة وأصوات همسات تأتي من الطابق السفلي، وما كانش في أي شخص يقدر حتى يحاول أنه يدخل للطابق السفلي.
هي التجربة أول ما شوفتها استغربت، ولكن لما بحثت أكثر عن التجارب زي هدي لقيت تجارب أغرب من اللي قبلها، وكلهم في الحرب العالمية. حرفيا كان يعاملوا الجنود كأنهم فئران تجارب، أي شيء يخطر عليهم يجيبوا جنود ويجربوا عليهم التجارب اللي في راسهم. لو تبي قصة عن تجارب أخرى اكتبولي في التعليقات. لقيته انه مخرج افلام وعنده صفحة حتى على IMDb، ولقيت انه كاتبين انه من اعماله هي ابل اند اونيون، ولما بحثت على هذا العمل ما لقيتش اسمه من فريق الاخراج، فمش عارف الصراحة دافيد اوكس ده شو الموقع في ابل اند اونيون. زدت نزلت ولقيته مشارك في كل هذه الاعمال زي مونسترز يونيفرسيتي، بريف، كلارنس، لكن كلهم كان جزء منهم فقط، ما كانش المخرج. ولكن في فيديو آخر منزله في قناته وموجود حتى على IMDb اسمه Higher Space. هذا الفيديو كان من إخراج